بتشغلي الموبايل لطفلك وقت الأكل عشان يخلص طبقه ويسكت. من الناحية الطبية أنت بتعطلي إشارات المخ وبتبوظي جهازه الهضمي حرفيا. تعالوا مع بعض نفهم إيه اللي بيحصل جوه جسم الطفل. أول كارثة هي تعطيل هرمون الشبع. الشاشة بتخلي مخ الطفل يفرز دوبامين عالي جدا، وده بيخليه في حالة شبه تخدير. المخ بيكون مشغول بالشاشة لدرجة إنه ما بيستقبلش أي إشارات من هرمون الليبتين، ده اللي بيبعته المعدة عشان تقول أنا شبعت. النتيجة إيه؟ الطفل بياكل كميات مهولة وتوسع معدته ويدخل في سمنة مبكرة ومقاومة أنسولين. الكارثة التانية الهضم بيبدأ من الفم مش المعدة. الطفل المندمج مع الشاشة ما بيمضغش الأكل كويس، وده بيقلل إفراز اللعاب اللي بيحتوي على إنزيمات هضم مهمة جدا زي إنزيم الأميليز. النتيجة هنا بتبقى عسر هضم، غازات، انتفاخات مستمرة، والأخطر سوء امتصاص للعناصر الغذائية والحديد. فممكن تلاقي الطفل بياكل كويس جدا بس عنده أنيميا ونقص فيتامينات. أما الكارثة الثالثة فهي الارتباط الشرطي. مخ الطفل بيربط إفراز العصارة المعدية بوجود الشاشة. يعني لو الموبايل مقفول معدته حرفيا مش بتستعد لاستقبال الأكل وبيرفضه تماما. الحل الطبي هو الأكل بوعي. لازم الطفل يبص في طبقه ويشغل حواسه كلها علشان جهازه الهضمي يشتغل صح. السحب التدريجي للشاشات ضرورة طبية مش مجرد تعديل سلوك. شاركوني في التعليقات، بتعانوا من المشكلة دي ولا قدرتوا تحلوها؟ واشوفكم الفيديو